عبد الله بن سلام بن الحارث، وقد كان من أحبار اليهود أي من علماء اليهود، وهو من بني قينقاع. كان اسمه الحسين، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، وذلك بعد أن أسلم. وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم. نزلت فيه آيات من القرآن الكريم، منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ونزل فيه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. كما كان عبد الله قبل إسلامه أحد علماء اليهود، صار بعد الإسلام أيضا من علماء المسلمين. وقال عنه سيدنا علي كرم الله وجهه: إنه رجل صالح منا. ظل عبد الله بن سلام يدعو إلى الله تعالى حتى مات بالمدينة سنة 43 للهجرة، رضي الله عنه وأرضاه.